سيادة رئيس الجمهورية، أناشدك وأدعوك وأطلب منك أن تفعل دولة القانون على الجميع، على الجميع. مفيش محاسيب، مفيش حد يتعاقب وحد ما يتعاقبش، مفيش حد يتواجه وحد ما يتواجهش. أنا بقول لسعادتك بالقانون، ويد القانون لابد أن تكون قوية على المشاغب عن الخارج عن القانون، مش زي ما حصل قدام الاتحادية. الناس اتضربت واتسحلت، وكان بعض الناس هم اللي بيسلموهم واستنوا الإدانة، وبالتالي الناس في حالة نقمة وحالة غضب. يا سيادة رئيس الجمهورية، أنا بدعوك إذا أردت أن تستمر في حكم هذا الوطن أن تفعل القانون على الجميع، على الإخوان وعلى السلفيين وعلى الليبراليين وعلمانيين والوفديين وكل الناس اللي في الدنيا. القانون هو القانون، مفيش قانون لحد على حساب حد. يا سيادة رئيس الجمهورية، أدعوك أن توقف دولة العبط اللي احنا موجودين فيها، ودولة الهزل أو الهزل اللي احنا موجودين فيها. ده هزل وده عبط اللي بيحصل ده. لا أحد يحاسب حتى الآن، لا اقتحام نادي ولا اقتحام اتحاد ولا حرق مجمع علمي ولا حرق هيئات ولا حرق مصالح ولا قتل ناس، وما زال المبنى في نار مشتعلة حتى الآن. ايه ده؟ متى تعود دولة القانون؟ يا سيادة رئيس الجمهورية، انا بكلمك انت، مش هكلم هشام قنديل ولا هكلم محمد ابراهيم ولا هكلم حد من الوزراء. اديني ميل الانجليزيه ان الحكم الاسلامي الدائر في البلاد برئاسه محمد مرسي يفشل في الوصول بالبلاد الى وضع مستقر، لم تتمكن الى الان من اعاده البلاد الى حكم النظام والقانون. دي اديني ميل الانجليزيه. الجارديان الانجليزيه قالت الموت تواصل حصد الارواح في مصر. هيئه الاذاعه البريطانيه الحكم لم يرضي احد، موضحه في الوقت نفسه الذي قام فيه جمهور ألتراس الاهلي بالهجوم على اتحاد الكره ونادي الشرطه، قام الناس في بورسعيد بالهجوم على المعديات واضرموا النيران باطارات السيارات. اما الواشنطن بوست الامريكيه اكدت انه عقب قيام الالتراس باشعال النيران لم تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطره على الامور بسهوله. دي الصحافه الاجنبيه، لا جبهه الانقاذ ولا جبهه الخراب ولا جماعه الاخوان. ده قناه السويس لاول مره في التاريخ تطلع الدوريات، لانه تم اشعال النيران في بعض من الاطارات وتم منع المعديات من ممارسه عملها. في مصيبه، في كارثه كادت تحدث لولا ان تحرك قائد الجيش الثاني الميداني. هو في اللانش هعمل عبيط واقول ان الصوره دي ده ناس كانوا بيتفسحوا، هعمل عبيط اكمل العبط واقول ده كانوا بياخدوا جوله بحريه لزياره معالم بورسعيد ومعالم قناه السويس. خليني اخد فاصل عبط واروح لاتحاد الكوره. معايا الاستاذ سيف الله مصطفى.